دلوقتي هيزعل ناس كتير قوي، بس عشان خاطري تفهموني وعشان خاطري تحاولوا تفهموا اللي انا هقوله. دلوقتي هي واقفه في البحر ماسكه الشنطه ولابسه الطرحه ولابسه هدومها ومش عارفه ايه، ولا حرج عليها لان هي اللي تحتيها لابسه هدومها واللي جنبيها لابسه. هتقولي لي يعني ايه؟ يعني انت عايزه الستات يقلعوا؟ لا، مش عايزه الستات يقلعوا، بس مش عايزه المحجبات تنزل البحر برضو. يعني هو معروف ان البحر من قديم الازل هو ادواته معروفه: الجردل والجاروف والشمسيه والمايوه. بعيد بقى يا جماعه، ارجعي معلش يا احمد، بعيد بقى عن الحلال والحرام، وبعيد عن الصح والغلط، وبعيد عن كل الحاجات. احنا بنتكلم دلوقتي كناس طبيعيه، مش تشجيعا للمايوه. المايوه حرام ووحش، واللي بيلبسه بيبين جسمه ومش عارفه ايه وكل الحاجات. بس دلوقتي انا عايزه اسال سؤال. انا مقصره وربنا هيشويني في جهنم عشان انا مش محجبه، ده الكلام يعني اللي بيتقال، اللي هيتقال يعني. وانا ازاي ان انا ابقى مش محجبه ومقصره وبتكلم على المحجبه؟ لا، انا بتكلم مش النهارده على المحجبه ولا مش محجبه، انا بتكلم على مظهر حضاري. في مظاهر لما تتعمل ما تبقاش حضاريه، وفي مظهر بيبقى حضاري. هتقولي يعني المايوه مظهر حضاري؟ المايوه ممكن يبقى لو بالنسبه لك حرام ومقزز و و و و هو مكانه البحر. اللي بيعملوا بقى ستات وحشه وستات مش عارفه ايه وستات ايه. لكن احنا طول عمرنا في افلام زمان مثلا تلاقي الناس كلها لابسه مايوهات. المايوه غلط؟ غلط او صح دي ترجع لكم. لكن انا عايزه اسال سؤال تاني. احنا خلاص قلنا اللي بتلبس مايوه دي مش كويسه، خلاص بتعمل حاجه لحريتها يعني، بس ما بتقولش انا كويسه وهي مش كويسه. يعني دلوقتي ما هو الحجاب؟ مش الحجاب ده حجب النظر؟ ان انا احجب الناس عني؟ طيب انا احجب الناس، يعني ايه مايوه شرعي؟ يعني ايه مايوه وشرعي؟ يعني خلاص احنا اتفقنا ان بتلبس مايوه دي مش حلوه، بتعمل حاجه غلط وبتغضب ربنا مع اني ما بتكلمش على الدين خالص. لكن اللي لابسه مايوه شرعي، يعني ايه مايوه ويبقى ليه علاقه بالشرع؟ لان انا اللي اعرفه ان الشرع عبايه وطرحه. ولا انتم مش موافقيني في ده؟ ان لازم الملابس تبقى فضفاضه، وان ما تحددش جسم الست، وان ما يبانش اي حاجه خالص. بالنسبه للظاهره الغريبه اللي في اسكندريه وفي الساحل لكل الستات اللي لابسه حاجات ضيقه جدا جدا جدا، سودا وطرحه ولابسه مايوه فوقيها، او لابسه البتاع الضيق ده ولابسه كورنيشه مثلا هنا، وبتطلع من الميه بقى طرحتها عامله وشعرها باين وكل جسمها ملزق. والله اللي لابسه مايوه مش ما بتبقاش ملفته قدها، لان مخافيه كان اعظم. يعني انت لما تجيب ست لابسه جلابيه مبلوله ضيقه عليها تبقى مغريه اكتر من اللي هي مبينه بكتير. فالظاهره الغريبه اللي بقت انا محجبه بس هنزل الميه. طب انزلي الميه الساعه 5 الصبح 6 الصبح محدش يشوفك، انزلي مع جوزك باي حاجه انت لابساها والمكان فاضي. او في كل حته في الدنيا بلاجات للستات، زي اي حته، زي السعوديه. في السعوديه ما بينزلوش البحر بمايوه شرعي، في اماكن للسيدات وفي اماكن للرجاله، ده في اي حته في الدنيا. لكن ان انا اصمم ان انا اقعد وانزل وانا لابسه هذا اللباس العجيب اللي بجد بيسيء ليكوا وبيسيء للحجاب وبيسيء لمنظرنا وبيخلي منظر غير حضاري. كان في واحد اسمه، اتفرجت كده على حلقه مره، كانوا بيهاجموا واحد اسمه علاء هادي اللي هو عنده كومباوندز وحاجات كده، رجل اعمال، عشان هو بيقول ان ما ينفعش المحجبه تنزل البحر عنده في الكومباوند. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف الراجل ده، بس انا احترمته. لان ليه الاستعباط؟ يعني انت محجبه ولا مش محجبه؟ يعني انت منظرك بيبقى وحش، بتسيئي بجد بجد. انا مثلا معروفه